هيك كان شعري قبل زراعة شعر، وهيك توا بعد زراعة شعر زي ما تشوفوا. أول ما وصلنا لتركيا مشينا استريحنا باش تاني يوم نديروا تحاليل الدم وتحاليل الشعر زي ما تشوفوا قدامكم، وبعدها مباشرة اتجهنا لدكتور بلوي باش يدير لنا كشف ويرسم لنا خط الشعر زي ما تشوفوا. بدا يشوف المنطقة المانحة والمنطقة اللي حزراها هل فيها أي مشاكل أو لا، وبعد ما تم من الكشف بدا يرسم في خط الشعر، ياخذ في الزوايا المناسبة باش تكون المظهر طبيعي 100%. حاليا كمان التخطيط. طبعا الحلاقة اختيارية، تقدر تحلق وتقدر تخلي شعرك ويزرعوا لك شعرك موجود، وانا اخترت ان نحلق. وبعدها داروا لنا النوم العميق وبدوا ياخذوا في البصيلات ويزرعوا فيها زي ما تشوفوا قدامكم. الديب سليب كان تجربة الحقيقة، أول مرة نحس إني ما عادش نقدر أتحكم في روحي، نفس الوقت هي تجربة حلوة، ما هي تحس روحك إنك مرتخي، أمورك تمام. بس أو يعني أنا ديما كنت نقول إن مستحيل نقدر نرخي أعضاء جسم، يعني جسمي كله يرتخى. فتجربة حلوة هي أكثر من أي حاجة، حق كانت تجربة جميلة جدا. بالنسبة لجو العملية والفريق الطبي ما نتوقعش إن في أفضل من هيك، بأمانة كان حاجة فوق ال5 نجوم. لو كانت تتقيم حنعطيها فوق 12 نجم. البصيلات ما حسيتش ولا حاجة، أثناء زراعتهم ما حسيتش ولا حاجة، حرفيا ما فيش ألم. بعدها تاني يوم من الزراعة مشينا لإيليت هير باش نحو الفشات ويحطوا لنا ربطة الراس باش السوايل ما تنزلش على الراس وينتفخ ونبدو في مشاكل تانية. وبعدها مشينا مع المترجم باش يقول لنا على كل التفاصيل باش نهتموا بزراعة الشعر اللي درناه كله وما يمشيش هباء منثورا. لأي حد مهتم بالزراعة هذا الرابط يرفعك الاستشارة مجانية، حجز استشارة مجانية مع أحد دكاترة إيليت هير المختصين بزراعة الشعر. أن تحط أنت ذكرى وأنت، وبعدها هنا المناطق اللي عندك فيها تساقط شعر تختارها وتختار اللون الشعر الخاص بك أكيد، وتشوف كم ليك أنت تعاني من تساقط الشعر، وبعدها تختار هل أنت مداير زراعة قبل أو لا، وهل أنت تفكر تزرع في الأيام الجاية أو الأشهر الجاية أو مجرد استفسار. تعبي بياناتك، وبعد ما تتم البيانات تدير صورة من الأمام ومن الخلف ومن الأعلى باش يشوفوها. وهيك كان كل شيء على رحلتي في زراعة الشعر. أنا وصديقي دمتم في أمان الله.